النهارده هكلمك عن تاني مضاد حيوي في السلسله بتاعتنا، وهو الدوكسيسايكلين او المشهور في المزارع بتاعتنا بالدوكسي، ومعروف جدا بفعاليته في علاج او التعامل مع المشاكل التنفسيه. وانا جاي النهارده عشان اقول لك باختصار امتى نستخدم الدوكسي او ايه المشاكل اللي الدوكسي بيعالجها، وامتى ما ينفعش ان احنا نستخدمه. وكمان جاي اقول لك ايه الاثار الجانبيه اللي ممكن تعود علينا لو استخدمنا الدوكسي بطريقه غلط. ولكن قبل اي حاجه كل اللي هطلبه منك انك تذكر الله وتصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام في تعليقات، وكوبايه الشاي الجميله بتاعتك، وتعالى عشان ما اطولش عليك وهحكي لك باختصار الدوكسي بيعمل ايه بالظبط. طيب مبدئيا احنا لما بنسمع صوت اي طشمه او اي مشكله في الجهاز التنفسي بنفكر في الدوكسي على طول. وده فعلا صح لان الدوكس بيعالج يمكن 80% من المشاكل التنفسيه زي الميكوبلازما وزي الايكولاي التنفسي وزي التهاب الجيوب الانفيه، وكمان ممكن برضو الطشمه الخفيفه اللي هي بتبقى بدايه برد او فيها عطسه ديت ممكن بننزل لها دوكسي، تمام مفيش اي مشكله. وكلنا عارفين ان الدوكسي ما شاء الله نتائجه ممتازه جدا، ولكن لو نزلته مظبوط لمشكله فعلا كانت محتاجه دوكسي زي المشاكل اللي انا قلت لك عليها دي، او لو قدرت تشخص صح وتعرف المشكله بالظبط وانها محتاجه دوكسي فبيكون نتائجه فعاله جدا. وكلنا عارفين برضو ان الدوكسي من المضادات الحيويه اللي سريعه الانتشار في الجسم، برضو بيوصل لجميع خلايا الجسم وبيوصل للرئه وكمان بيوصل للاكياس الهوائيه. يعني الدوكسي نتائجه فعاله ومحترم وممتاز جدا في علاج اغلب المشاكل التنفسيه اللي قلت لك عليها. ولكن امتى بقى ما نستخدمش الدوكسي؟ يعني مثلا في ناس مجرد ما بتسمع اي صوت خروشه او طشمه وممكن يكون سببها فيروس، فهو طالما ربط بقى ان في طشمه يعني مشكله في الجهاز التنفسي يعني نجري نجيب دوكسي، وده طبعا مشكله كبيره لان انت عندك فيروس وبيكون من اعراض الفيروس الطشمه. فانت لما تحط دوكسي، الدوكسي مش هيعالج الفيروس لان كلنا عارفين ان الفيروس ملوش علاج غير انك ترفع المناعه بس. فيبقى انت هنا نزلت بالدوكسي في توقيت غلط فبيعمل معاك مشاكل عكسيه كتير جدا. هنركز في الحته دي. طيب برضو نقطه تانية للدوكسي، برضو لو الفرخ عندك فيه اي مشاكل معويه يبقى تدور على بديل تاني يكون حنين على المعده بتاعت الفرخ غير الدوكسي لان الدوكسي بيكون تقيل شويه. يبقى دي النقطتين اللي نخلي بالنا منهم وما نغلطش فيهم او ما ينفعش ان احنا ننزل فيهم دوكسي. طيب نخش بقى بعد كده على النقطه اللي بعد كده، وهي الآثار الجانبية اللي ممكن تعود على فراخك من الدوكسي، أو ممكن المشاكل اللي الدوكسي يسببها لك إيه. طيب مبدئيا كده كلنا عارفين، ثواني، مبدئيا كده كلنا عارفين إن الدوكسي من أكبر الهوائية من النهاردة وعمال بيوقع الموبايل. كلنا عارفين إن من أكبر المشاكل أو الآثار الجانبية اللي ممكن يسببها لنا الدوكسي لو اختلط بأي أملاح أو حديد أو كالسيوم. يعني لو انت عندك حتى بالصدفه كده الميه بتاعتك نسبه الاملاح او الكالسيوم او الحديد عاليه فيها، ممكن تعمل مشاكل لما تنزل الدوكسي او تقلل مفعول الدوكسي بنسبه كبيره جدا، او يمكن حتى الدوكسي ما يشتغلش خالص. يبقى نخلي بالنا من النقطه ديت ونركز فيها. برضو النقطة التانية أو من ضمن الآثار الجانبية زيه زي أي مضاد حيوي معروف، في المضادات الحيوية بتنزل المعدة بتاكل الأخضر باليابس، يعني بتقضي على البكتيريا الضارة والنافعة، فده بيخلي أو بيعمل اختلال في توازن البكتيريا النافعة جوه جسم الفرد. يعني زيه زي غيره في النقطة دي مفيش فيها أي جديد. وبرضه الدوكسي لو نزل بتركيزات غلط او بجرعه زياده مثلا عن الدكتور البيطري قايل لك عليها، فممكن يعمل لك مشاكل او يخلي سحب العلف يقل او يقف تماما. فنركز برضه ونلتزم بالجرعه اللي الطبيب البيطري يقول لنا عليها. وبكده يعتبر جمعنا اكبر معلومات ممكن تفيدك عن الدوكسي بحيث تبقى عارف امتى تستخدمه وامتى ما تستخدموش. ولو انت عندك اي استفسار بخصوص الدوكسي سايكلين سيبوا لنا في تعليقات وباذن الله هنرد عليكم. ولو انت شايف برضو اللي احنا فوتنا اي حاجه تخص الدوكسي ممكن تسيبها نستفاد برضو منها وغيرك يستفاد منها. وكمان عايزك تقول لي بقى اتكلم الحلقه الجايه عن او الفيديو الجاي عن انهي مضاد حيوي. وبكده يبقى هنا وصلنا لحد نهايه الفيديو. وما تنساش برضو تذكر الله وتصلي على سيدنا النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وما تنساش اللايك والشير والمتابعه علشان يوصلك محتوانا باستمرار. واستنونا كل يوم في فيديو جديده لسلسله المضادات الحيويه. اخوكم ابو نوح، والسلام عليكم.